لا يستطيع أحد أن يقول للناس ادعوا بهذا الدعاء المخصوص إلا إذا أمر الشرع بالدعاء به أو دل عليه، لأنك تسأل أمام الله، أنت مؤتمن على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يؤدي الإنسان ما سمع، ما يتجاوز الوارد في مسألة الدعاء والعبادة، لأن الدعاء من العبادة ومن أعظم العبادة، بل هو العبادة كما عظمه النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أن الدعاء هو العبادة، فينبغي أن يتوقف فيه على الوارد. بعض الإخوة هنا ننبه على أن بعض الإخوة يقول إذا شعر الإنسان بالتكاسل عن الطاعة والعبادة، إذا هبط عندك الإيمان كما يقولون وشعرت بالتكاسل فالزم هذا الدعاء: ربي لا تجعلني شقيا ولا محروما. الشنقيطي: أنا ما قلت هذا. وإذا قلت لأحد إلزم دعاء مخصوصا وليس له أصل فردوا عليه فقولي خطأ، ليس من حقي ولا من حق أحد كائنا من كان، وهذا أمر عظيم. يعني إذا قلت للناس ادعوا بكذا سأقف بين يدي الله ويقول له لما أمرتهم أن يدعوا بهذا. كنا نتكلم عن مسألة ضعف الإيمان فقلنا إن الإنسان إذا ضعف إيمانه لجأ إلى ربه وكأن لسان حاله يقول ربي لا تجعلني شقيا ولا محروما، فجاء وقال إلزم الدعاء ربي لا تجعلني شقيا ولا محروما. ولذلك ينبغي الدقة في النقل عن أهل العلم. لسان الحال يعني أن الإنسان يتضرع إلى الله ويشعر أنه تحت رحمة الله وأنه فقد هذا الخير. وأما إذا هبط، ما عندنا نحن مثلا إذا هبط الإيمان ولا طلع، عندنا ما قال السلف: ينقص يزيد وينقص، فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. فإذا ينبه على هذا، يعني لا يستطيع أحد أن يحدد للناس دعاء مخصوصا في زمان مخصوص أو على صفة مخصوصة إلا إذا دل الشرع، لأنك تخصص عموم الشرع وتقيد مطلق الشرع، وهذا ليس لنا فيه سلطان. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبه ربه من فوق سبع، وهذا أقوله للعلماء والدعاة، كل طالب علم، كل من دخل في العلم يتذكر هذه القاعدة والأصل الأصيل. إذا كان الله يقول لنبيه إن عليك إلا البلاغ، معناه أن هناك شيء معين وأمانة معينة تؤديها كما أمرت. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. العلماء ورثة الأنبياء، ما يستطيع أحد يأتي يجتهد من عنده ويقول هذه أذكار، هذه أوراد، هذه كذا، ما يستطيع، لأنه ليس هناك في الشرع تقييد لمطلقه. فهذا ننبه عليه لأهميته.